اضطر موظف شرطة يعمل بمنطقة أمن موليرشيد بالدار البيضاء في الساعات الأولى من صباح الأحد إلى استعمال سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف مجموعة من الأشخاص كانوا في حالة اندفاع قوية، وعرضوا أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض. وأوضحت مصادر مطلعة أن دورية للشرطة كانت قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيهم الذين تم ضبطهم بصدد تبادل العنف بالشارع العام، غير أنهم واجهوا عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض والرشق بالحجارة وتحريض كلاب شرسة، الأمر الذي اضطر موظف شرطة من عناصر الدورية إلى استعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق عيارات تحذيرية مكنت من دفع الخطر الناتج عن هذا الاعتداء. وأضافت المصادر ذاتها أن عمليات أمنية ميدانية مكثفة أعقبت هذا التدخل أسفرت عن توقيف ثلاثة من بين المشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 20 و 29 سنة، اثنان من بينهم من ذوي السوابق القضائية، فضلا عن ضبط 4 كلاب من فصيلة شرسة وحجز مجموعة من الأسلحة البيضاء والعصي المستعملة في هذا الاعتداء.